بعد يومين المنتخب العراقي بيلعب ضد المنتخب البوليفي في التصفيات النهائية المؤهلة حق كأس العالم. فتعالوا خلينا نسترجع آخر مشاركة حق المنتخب العراقي في كأس العالم، وكانت المشاركة الوحيدة واللي كانت في مونديال 86، وجاء التأهل بعد أداء كبير من المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة حق كأس العالم. وكانت مجموعة العراق في كأس العالم كالآتي: المكسيك صاحب الأرض، وبلجيكا والباراغواي. وأول مباراة حق المنتخب العراقي كانت ضد المنتخب الباراغوياني، واللي للأسف خسر بهدف نظيف. وكان لعب المنتخب العراقي دفاعي أكثر من هجومي وما صنع وايد فرص. وفي المباراة الثانية العراق قدم مباراة تاريخية وكانت ضد المنتخب البلجيكي، حرفيا ضيع فرص بالهبل، لكن مثل ما تعرفون اللي يضيع يقبل. وللأسف المنتخب العراقي خسر بهدفين مقابل هدف واحد. وفي المباراة الأخيرة لعب ضد المنتخب المكسيكي، ونفس المشكلة تتكرر، المنتخب العراقي يوصل لكن ما يسجل، والمنتخب المكسيكي استغل هدار الفرص عشان يسجل هدفه الوحيد في المباراة. وبالمجمل المنتخب العراقي قدم كأس عالم ممتاز، سجلنا كل المباريات خسائر، لكن المنتخب العراقي نافس منتخبات كبيرة. وعلى العموم اعطوني رايكم في مشاركة المنتخب العراقي.